السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. مرحبا بكم في قناه شيماء فلوغ. نهار جديد البنات وفيديو جديد. اليوم غادي ندير معاكم اللحسه كتزيد في المناطق الانثويه وكتزيد في الوزن ومزيان للناس اللي عندهم فقر الدم واللي عندهم فقر الدم ياخذوها مزيانه البنات. وراه واخدينها البنات بزاف وجربوها ولقاو عليها نتيجه. اليوم انا غادي نديرها لماما، ما بقاش كتاكل بزاف وضعافت، ايوا قلت غنصايبها ليها بيدي. المهم هنا راه عندي جنجلان وداك الشيء راه غسلته وغادي غسلته خليته حتى نشف ونقيته. وهنا غادي نحمرو، سخنت المقله وغادي نحمرو. هو غادي في الاول راه كيما في البدايه تاع الفيديو شفتو حمرت الكاوكاو واللوز حتى تحمروا، عاد لحت عليهم واحد شويه ديال الكركاع حيت الكركاع ما خاصوش يحمر بزاف، غير نحطوه غير نصهدوه شويه وصافي. هنا حب الرشاد حتى هو راه توجدته غسلته نقيته. وهنا طفيت على المقله وغادي نديه نجيب واحد شويه في المقله يسخن صافي وغادي نحيدو، حيت راكم عارفين ما خاصوش يتحرك باش ما تجيش ديك اللمطه ديال الحروقه في منين نبداو ناكلو ما تجيناش ديك اللمطه صافي. وغادي ندوز للشريحه حتى هي غسلتها، غادي نغسلها مزيان. واخا الشريحه البنات ملي تمشيو تتغداو حاولوا تاخذوا الشريحه رطبه حيت انا كرفصاتني في الطحين بزاف ما بغاتش تطحن، مع ان المواس ديال الهاشوار باقي جديد ولكن ما بغاتش تطحن ليا. غادي نرقدها مزيان وغادي نخليها حتى يحيد من داك الوسخ ديالها وداك الشيء، وعاد غنحطها في الفخار باش تفور لينا. المهم عندي حب العزيز حتى هو راه غادي ندوزو في المقله شويه، غير صهدته غير واحد شويه. صحت البكبوكه حتى هي راها غسلتها ونقيتها وخليتها حتى نشفات، وليله مرطبه الليله كامله والغد لي حطيتها حتى نشفات ودخلتها حتى هي الفران. وبقيت كنحطها في الفران كنخليها حتى تيسخن مزيان وكنطفي عليه ونسد عليها ونعاود ثاني مني برد ليا الفران عاود ثاني تنسخنو ونسد عليه حتى ولات ليا حتى كرمات صافي. هنا غادي ندوزو غنخليكم مع المقادير كل حاجه صافي. كما قلت لكم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. ما نقصات في الوزن بزاف وقلت نديرها ليها على يدي احسن من هذيك ديال الشريان، نصايبها ليا على يدي. راكم عارفين الحاجه اللي كتصايبيها على يديك ماشي بحال اللي كتشريها. غنصايبها معاكم اليوم. المهم مكوناتها راه بساط وكديري على قد الكميه اللي بغيتي. غادي نحتاج البنات 4 كيلو ديال اللوز، صهدته شويه في المقله، نقيته وصهدته في المقله. وعندي نص 4 كيلو ديال الكاوكاو حتى هو صهدته، حيت لي ديك الجلده ديالو داكشي. كان عندي انا كاوكاو مالح حيت لي الجلده ودخلته للفران شويه غير واحد شويه صهدته وخرجته. عندي نص كيلو ديال الجنجلان نقيته مزيان غسلته ونقيته حمرته. المهم مديوش راه حيت دابا العشيه كنصور كيبان الجنجلان بحال اللون ديالو غامق، راه ما محروق حتى شي حاجه. هذاك اللي فوقو راه غير حب رشاد راه هو اللون ديالو صفر. وعندي يا البنات القرقاع حتى هو 4 كيلو. انا درت غير النص تاع المقادير. 4 كيلو ديال المقادير عاطياهم ليا البنت قاريه عليهم وشاده الشهاده ديالها. المهم ماشي هادشي كندير فيه من راسي انا. المهم البنت كدير هادشي ديال الوصفات الطبيعيه. اللي بغات شي حاجه راه نخلي ليها النمره تواصل معايا، نخلي لكم النمره ديالها. ولا بغاتها تصايبها ليها راه تصايبها ليها، راه كتصايب اللحسه كتصايب التبريمات كتصايب كلشي. المهم هي السيده راه قاريه على هذا الشيء، هي اللي عطاتني المكونات باش نصايبها لماما. قالت لي فاش تطلع عليك غاليه والله ما تصايبيها ليها بوحدك. المهم البنات كما قلت لكم عندي 4 كيلو. المهم البنات راه كان الاذان داكشي علاش قطعت الفيديو. المهم كان خليناها. قلت لكم عندنا 4 كيلو ديال الكركاع ما تحمروش بزاف، غادي غير تسخنوا المقله وتحطوه هديوه وتجيبوا واحد شويه صافي وتحيدوه. عندنا نص كيلو 4 كيلو ديال الجنجلان ديال كاوكاو حتى هو محمر دخلته الفران هو. و4 كيلو ديال اللوز دخلتهم للفران صهدتهم وخرجتهم. عندنا البنات 4 كيلو ديال 4 كيلو ديال البكبوكه. غادي الربع ديروا رابعه صغيره بحال الربع، رابعه كبيره ديروا ربعها، ديروا غير نص الرابعه ديال البكبوكه. المهم البكبوكه راه بيتها ليله كامله في الماء تغسلت مزيان، والغد ليه نشفتها وحطيتها في الشمس حتى نشفات شويه ودخلتها للفران صهدتها مزيان حتى عاودت كرمات مزيان.
عندنا البنات 5 دراهم ديال حب رشاد. المهم انا 5 دراهم انا ما درتهاش كامله على حساب ماما عندها الطونسيون. درت نقص من ديك 5 دراهم حتى هو نقيته وحمرته واحد شويه في المقله مني سخنات، ديته وجدته في المقله صافي وحيدته. عندنا الشريحه عندنا 4 كيلو. انا ما نديرش هادشي كامل، غادي نغسلها مزيان وغادي نفورها نحطها تفور وعاد نرجع معاكم باش تسهل علينا في الطحين. عندنا البنات حب العزيز راه معروف كيزيد في الوزن. عندنا رابعه صغيره حتى هو غسلته ونشفته وعاد كرمته مزيان عاد باش غنخدم به. المهم كلشي المكونات خدم الكركاع والكاوكاو راكم عارفين ما كيتغسلوش. غادي نغسل الشريحه ونحطها تفور ونرجع معاكم. الشريحه ها هي من بعد ما فورتها كتولي رطبه، غسلتها مزيان وفورتها. وغادي ندوز دابا باش غادي نبدا نطحن في المكونات. غنبداو بالقاصحين، نبدا في هذا. غادي نشوف اذا كان خاصو يتغربل مني تطحن عاد نغربلو. انا اول مره غادي نصاوب هذا الشيء، غادي نصايبو معاكم. المهم كما قلت لكم السيده اللي كتصايب هذا الشيء كتصايب اللحسه، كتصايب شحال ديال الحوايج الطبيعيين، الكريمات ديال الوجه وداك الشيء. اللي بغات شي حاجه حط ليها تواصل معايا نعطيكم النمره ديالها. قولوا لي الفيديو الجاي غادي نحط لكم النمره ديالها وتواصلوا معها. اللي هكا خدامه واللي ما مسالياش ومع هادشي فيه شويه ديال الشقه، نقي غسل حمر شويه فيه الشقه صراحه الله يحسن العوان ديال التاجيرات. اللي بغات بحال كتصايب ليها تواصل معايا وغادي نعطيكم النمره ديالها وتاخذ من عندها. غادي ندوز باش نطحن هادشي وغادي نرجع معكم. بالنسبه للبنات المكونات ها هما راه طحنتهم، راه عطاوني كميه ها نتوما شوفوا. انا درت غير ربع من المقادير. المهم راه عطاوني كميه كثيره. جنجلان راه طحنته مزيان حتى طلق الزيت ديالو، الكاوكاو كذلك حتى طلق الزيت ديالو، اللوز الكركاع حتى طلقوا الزيت ديالهم باش ما يمحنونش في الطحين. هانتوما شوفوا راه عطاوني تبارك الله كميه كبيره. انا ما غاديش نخلط ليها هادشي كامل، ماما غادي نخلط لها غير قرعه بالعسل الحر وغادي نشي الاخر نخليه ليها في قرعه من بعد وتخلطو هي ملي تبغي تاكل تبقى تخلط راسها. بالنسبه للحب العزيز والبكبوكه اللي من الاحسن اللي قريب ليا شي عطار تمشي طحنهم، ما طحنهمش في الدار ما نصحكمش حيت فيهم تماره. كما قلت لكم البنات بقيت كنطحن ونغربل ونعاود نطحن ونغربل ونعاود حيت قاصح بزاف وما بغيتش تجي لديك ملي تبدا تمضغ ما تجيهاش ديك القصوحه ما تجيهاش ديك القصوحه. بقيت كنغربل ونعاود. اللي حداها شي عطار من الاحسن كنصيحه هبطيهم طحنيهم طلعي داكشي مريقل حسن ليك بقى لك غير جنجلان ساهل وكاوكاو واللوز والكركاع هذوك راه ساهلين في الطحين ديالهم. كيما قلت لكم انا ما نخلطش ليه هادشي كامل، غادي نخلط له منه غير شي تقريبا شي نص كيلو هكاك باش تبقى تاكلو. بالنسبه للبنات اللي عندهم فقر الدم راه زوينه هاد الوصفه. هاد التقاوت راهم واعرين بالنسبه اللي عندهم فقر الدم، بالنسبه اللي عندهم بومزوي، بالنسبه لزياده الوزن. البنات اللي خداوها كاملين من عند السيده شكروها علاش انا غنصايبها لماما كلهم تزادوا في الوزن. بالنسبه للبنات اللي باغيين يزيدوا في الوزن راها واعره، صايبتها السيده وتباعت ليها بزاف وكاع الدريات اللي خداوها من عندها كلهم شكروها وعاودوا خداو من عندها حقاش كاع كلهم تزادوا في الوزن. داكشي علاش قالت لي صايبيها لماما. المهم الشريحه ها هي كما قلت لكم حتى هي طحنتها مزيان واخا راه واحد شويه حتى هي كرفصاتني في الطحين. درتها في الهاشوار، درت عليه واحد شويه ديال العسل باش الدور الموس ديال الهاشوار حيت والو ما بغاش يدور. كرفصتني واخا مازال فورتها مزيان ولكن كنظن انا من الشريحه شويه كانت قاصحه في التفوار. مني شفتها مني فورتها ما دارتش. مني تبداو تاخذوا في الشريحه خذوا شي حاجه زوينه. انا ما هبطتش، انا اللي تقدات ليا واحد السيده. المهم الشريحه ما بانت لياش حتى اللي هي شويه قاصحه. حاولوا تاخذوا الشريحه تكون رطبه بزاف باش ما تكرفصكمش. انا واخا فورتها تقريبا شي نص ساعه وهي كتفور ومني طحنتها كرفصاتني ولا هي معلكه. المهم ما عرفتش. المهم زدت عليه واحد شويه ديال العسل تطحنت مزيان 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 باش نخلط بها. بالنسبه للبنات لطريقه الاستعمال راه غتبقاو تاخذوا معلقه مع الصباح، معلقه في الغداء ومعلقه في العشاء. قبل كل وجبه تاخذوا معلقه راها زوينه ولا راه ما غادي تضركم حتى شي حاجه. بالعكس تقاوت راه فيها كلشي طبيعي كلشي زوين. هادو راه غادي ينفعوكم البنات كاع اللي عندها فقر الدم ولا شي حاجه تحاول تخدمها وتاكل ديريها بيديك. من الاحسن تخدمي شي حاجه بيديك، شي حاجه اللي كتكوني مصايباها على يديك وشايفه اشنو فيها ومنقياها على يديك وغاسلاها كتكون ناضيه. صافي غادي نخلط هادشي مزيان، نخلط كاع المكونات باش عاد نبدا نخلط ليها النص. بالنسبه للبنات اللي بغا يخلطوا بالعسل يخلطوا بالعسل، اللي ما بغاش يخلطوا بالعسل يقدر يدير
نيستلي، يدير نوتيلا، يدير الشكلاط. انا غادي ندير العسل. ندير الشريحه دابا. صافي هاد الشريحه حتى هي درتها. دابا جات بنتي باش تصورني باش نوريكم، وغادي نحاول نخلط هادشي كامل مزيان، وبعدا غادي نزيد العسل. صافي غادي ندير العسل وغادي نخلط بيدي حتى نشوف واش خاصني نزيد ولا لا. البنات انا ما درتش العسل ديال السطله ديال السكر، المهم غادي ندير البنات الكميه اللي كنت قلت لكم غادي نخليها ليها. صافي غادي ندير كلشي. العسل عندي كثير، نخلط ليه كلشي حيت انا عارفه غادي نخلط ليها غير نص الرسلو، غادي ما تخلط الاخر ما تاكلوا ما حتى شي حاجه. بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش اللي بغاو يخلطوا بالشوكولاط يخلطوا بالشوكولاط، اللي بغى يخلط بنيستلي محلى يخلط بنيستلي محلى. بالنسبه اللي بغى يخليه بحالكم العشيه ياكلوا مع يوغورت طبيعي، يدير ديك معايلقه في يوغورت وياكلوا من الاحسن. وانا عارفه ما غاديش تاكلوا الا ما خلطتوش ليها، من الاحسن نخلطوا ليها. خلطه مزيان. عرفتوا مع ديك الشريحه تاع الكيت. صافي البنات هانتوما شفتوا دخلت في بعضياتها مزيان. صافي دابا غادي نديرها ليها في قريعات، غادي نعمر ليها وغادي نرسلها ليها باش تبقى تاكلها. المهم البنات راه كاع اللي خداوها شكروها، المذاق ديالها راه ما نقولش لكم مذاقها زوين واعر. بالنسبه للبنات اللي بغات الرقم ديال السيده تقولها لي في التعاليق، وغادي نخلي لكم النمره ديال السيده تواصل معها تصايبها ليها. بغيتو تصايبوها لروسكم انا حطيت لكم الوصفه ديالها. البنات هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من اللايك ومن البارطاج، وهذا تهلاو في راسكم البنات. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم.